اي راجل متجوز العربيه بتسخن منه وصوتها بيعلى أيوة. وبتاع، ما تضغطش عليها قوي بقى. يعني ما تقعدش تكرك لها بنزين وهي اساسا الموتور تعبان. بس معلش، ما هي طالبه الطلاق. تمام. اعمل ايه؟ ده العربيه لا الست انت عايز تدخل موضوعين في بعض ليه بس؟ عشان يا ابني لا، مش موضوعين في بعض. انت دلوقتي لما بتبقى في صلاح سالم والدنيا في خنقه، انت كاتب قدامه الجواز، ايه علاقه صلاح سالم بالجواز؟ ما هو انت بتبقى مش انت في صلاح سالم والدنيا زحمه ماشي، بتبقى قاعد في العربيه حاسس بالخنقه. تمام. مش دي نفس الخنقه اللي انت بتحسها لما بتبقى متجوز؟ أو مش انت انا ولا انت ولا انا، ما هو ما فيش حد فيه. انا استحاله. لا مفيش حد. انا بتكلم على، احنا قلنا هنتكلم على الحاجات اللي بتمس الناس التانية، الناس وتطبطب على الام الشعب والام الشعب المصري. أيوة. فمن ضمن الحاجات دي اللي هو بنطبطب مش بنطبطب. ايوه في الاخر انت عشان تمشي في الجواز لازم تتعلم. ايوه طبطب. نرجع لصلاح سالم. فهو البني ادم من دول بقى بيبقى حاسس ان هو في الجواز ما كانه بالظبط قاعد في صلاح سالم. ولو انت مش متجوز بتحس ان انت على الدائري وبس عارف ان انت في الاخر هتنزل فين؟ هتنزل تتعك في صلاح سالم ده. طيب فاهم؟ بس بمزاجك. بمزاجك بقى. ما هو بمزاجك. بس برضو انت الحر مش بمزاجك، يعني في ظروف كده خارجيه بتبقى مش مزاجك. التكييف مش شغال مش بمزاجك. مش بمزاجك، التكييف باظ. بالظبط. خد بالك في عجله ضربت في وسط الخنقه بتاعت المرور. فاهم؟ فانت بتحس ان انت متجوز بس ايه، في عجله ضربه ضربت في الجواز في العربيه في صلاح سالم. فاهم؟ فهي الفكره كده ان انت يعني ليه في ارتباط ما بين الحاجتين دول. بس تمام. فهمني عشان اعيش معاك المسائل. خلاص انا فهمت. لانه نفس السيتويشن وملوش علاقه على فكره بالست المصريه عشان بس نبقى واضحين. انت بتكذب والله ما ليه علاقه، وربنا بتكذب. لا لا هو بص ملوش علاقه. ليه عاملين البرنامج ده بالبنغالي؟ لا عاملين بالمصري يعني لا انا قصدي ملوش علاقه بالست المصريه او اجنبيه، هو له علاقه بالست. يعني احنا مش عاملين البودكاست ده بالبنغالي، يعني له علاقه اسمع ماشي. انا راجل اتجوزت مصريه واتجوزت اجنبيه، ويعني الموضوع ملوش علاقه بالجنسيه، هو ليه علاقه بس بان انت وانت في صلاح سالم هل انت مزنوق في الزحمه في عربيه BMW هايلايت فول اوبشن فتحة سقف ولا جنوط 18 ولا في عربيه فيرنا من غير تكييف. فاهم انت؟ هي دي الفكره بس. لكن هي نفس الفكره دي في الجواز ولا فين؟ يعني وانت في صلاح سالم ولا في صلاح سالم؟ انت يعني انت حاول انت تشبك معايا. ماشي تمام. ماشي يا معلم. اسمها هايلايت ولا هاي لاين عشان ما غيرتش من فتره. بس العربيه هاي لاين. ايوه. لكن الست هي اللي تبقى هايلايت. ده هي ايوه تمام. فبيبقى نفس الاحساس ده. والغريبه انه الست يعني مهما حاولت تتغير، يعني برضو عشان اقول برضو اللي لينا واللي علينا برضو احنا رجاله برضو يعني ما بيعجبناش العجب في مصر. ايوه تعالى لي بقى يعني. ايوه لا الست لبست لك حجاب ما لبستش حجاب. غيرت فرش، حطت فرش جلد. الست ركبت سبويلر. ايه الست ركبت سبويلر؟ العربيه. ما انت العربيه لو انت غيرت السبويلر اوكي وحطيت مثلا جنوط عريضه كبرت لو كبرت الجنوط او مش عارف عملت ايه بتاع ما فيش. ما هي دي مصاريف كلها. ما هي دي مصاريف. ما هو هنا بقى الفكره ان هي مهما بتعمل انت ما بتبقاش راضي. ليه؟ لان انت دافع مصاريف الحاجات دي كلها. ايوه صح. فاهم انت الفكره؟ فهمت. فدي حاجه او لان صاحبك اشترى زيرو فبرضه دي مشكله. ده هو اللي بيقول. ده انت اللي بتقول.